شاورما الريم عملت بوكس الحاتي وسعره 65 جنيه. ايه ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده شاورما الريم عملت لنا بوكس الحاتي وده على قد الايد 65 جنيه. متهيألي سعر كويس جدا في وسط الاسعار اللي احنا بنشوفها. ليه؟ لان علبه الكشري دلوقتي بقت 45 و50. تعالوا نشوف مكوناته ايه مع بعض. 3 حواوشي بايتس وفي سندوتش كفته متقطع، علبه طحينه وعلبه مخلل. هل المكونات دي مناسبه للسعر؟ يا ريت تكتبوا لنا وتقولوا لنا رايكم ايه. وهنا جينا للنقطه الاهم، ان احنا ندوق. ويلا بينا ندوس وندوق. نبتدي بالحواوشي البايتس. بصوا الحواوشي طعمه حلو مش وحش، بس مش حاسس فيه بطعم اللحمه قوي، يعني كانه من اللحوم المصنعه. بس بالنسبه لي حلو مش وحش، ممكن اشتريه تاني، طعمه حلو مش زي الحواوشي اللي بناكله في محلات المتخصصه للحواوشي. سندوتش على فكره هو حجمه صغير زي ما انتم شايفين، بس ان ممكن الوجبه دي تكفيني وتشبعني. ويلا بينا ندوق مع الطحينه. بصوا زي ما قلت لكم كده، دي وجهه نظر. الطحينه طعمها حلو، السندوتش طعمه حلو، مش واو بس حلو. ممكن ال 65 جنيه دول لو عايز اخش كنتاكي او اي مطعم مش هاكل الحجم ده خالص، ممكن اجيب كنتوك وده اخري. ويلا بينا نخش على تاني حاجه معانا، كفته الحاتي. تعالوا نشوف طعمها فعلا عامل زي بتاعه المحلات ولا نص نص. ندوقها الاول لوحدها. برضك حاسس ان هي اللي هي كفته مصنعات، بس فيها ميزه هنا ان فيها طعم تدخينه حلوه، بس مش احسن حاجه لان الحجم والطعم مع السعر لا حلو. وبكده نكون خلصنا تجربه النهارده. بجد اتمنى ان انتوا تكتبوا لي رايكم ايه، ونفسي ان انتوا تكتبوا لي تحبوا نجرب مطعم ايه او منتجات ايه. ولو يا ريت لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.